السلام عليكم. تعالوا النهارده نعمل مع بعضنا حاجه جميله وشغاله معانا في كل الماركات زي الفل. هنجيب مع بعضينا زيت زيتون اذا كان امكن، لو مش امكن تشتغل بزيت ذره زي ما حضرتك شايف كده. هنجيب كمان البهارات بتاعتنا: فلفل اسمر، شطه، بابريكا، كمان حبه بركه، وكمان زعتر ناعم، زعتر ناعم اللي هو الاخضر اللي حضراتكم شايفينه ده. هتقلبه كويس معاك في الزيت بتاعك. شرط بس يا جماعه ما تشتغلش بزيت عباد او اي زيت خليط عادي يعني. تحط عليه كمان ليمونه شرايح. هتجيب جبنه مرخ خفيف اللي هي الجبنه التلاجة. ممكن حضرتك تشتغل باي نوع، اي شركه، بس اهم حاجه تكون ملح خفيف، ما يكونش بتنزل معاك شرش، تكون متماسكه، تكون كويسه معاك. اكتر من شركه موجودين حاليا في السوق كلهم كويسين. الحمد لله يعني. تقطع مربعات زي ما حضرتك شايف. صلوا على النبي. عندك شركات كتيرة جدا جدا حاليا موجودة زي رماس ولافي. عندك دومت شوية بس برضو بتنزل شرش. عندك أكتر من شركة يعني هتقدر تشتغل بيها. كمان البطريق ممتازة جدا جدا في شغل السلطات بتاعتنا بنسبة كبيرة أوي يعني. صنفنا سهل وصنفنا لذيذ، صنفنا كويس جدا جدا. ممكن تشتغل بيه كهو حار او بارد، يعني حضرتك ممكن تضيف الشطه او من غير شطه. هتسقط الشغل بتاعك كده كله في الزيت زي ما حضرتك شايف. هتلمع السرفيس بتاعك، هتحط عليه شويه زعتر من فوق، تمام، شويه بابريكا زي الفل، شويه حبه بركه زي العسل، مفيش اي مشكله خالص عندك. كام شريحه ليمون بقى كده من على الوش. عندك خضرة حط شوية بقدونس، ما عندكش ما تحطش، وكده زي الفل وبألف هنا وشفا. ومتنسوش اللايك والمتابعة. وصلى على النبي.